ايطاليا بلد روعه فيها مكرونه خطيره وبيتزا ولا اجمل، والاهم صواريخ وعمالقه السوبر كارز فيراري ولامبرجيني ومازراتي واسامي تانية كتير وكبيره، وفي شركه معاهم مش بتقل عنهم في القوه والانتاج والارقام، وهي دوكاتي. شركه موجوده من 1926 ولحد النهارده كل سنه بتنزل حاجه اجمد من السنه اللي قبلها. وفي عالم الموتوسيكلات في لحظات بتتكتب في التاريخ، لحظات مش بس عن السرعه لكن عن الهويه، الشغف والجنون الايطالي الخالص. تخيل معايا شركه بتصنع اشرس السيارات الرياضيه في العالم وشركه موتوسيكلات معروفه بالجنون والدقه يقرروا يتعاونوا مع بعض، ايه اللي ممكن يحصل؟ وده اقوى تعاون بتعمله دوكاتي كل كام سنه، وهو التعاون بتاعهم مع لامبرجيني. واستعد لانك على موعد مع فيديو فخم وايطالي هنتكلم فيه عن كل موديلات دوكاتي مع لامبرجيني، فاتاكد انك مشترك في القناه واعمل لايك للفيديو ده، ويلا نشوف الايطاليان بيعملوا ايه. نبدا باجدد واقوى تعاون حصل بين اكبر شركتين في عالم السرعه اللي احنا نعرفه النهارده، دوكاتي بانيجالي في 4 لامبرجيني. ده تالت تعاون يحصل بين الشركتين واقوى واحد لحد دلوقتي، ومتوقع ان البايك ده هيكسر الدنيا فعلا لما ينزل بعد نجاح التعاون اللي فات مع ديافل 1260 لامبرجيني وستريت فايتر في 4 لامبرجيني برضو اللي هنتكلم عنهم بعد شويه في الفيديو. قرروا ياخدوا الموضوع لاقصى ليفل وابعد حد ممكن يوصلوا له، وياخدوا البانيجالي الفي 4 اللي هو واحد من اقوى واحلى البايكات عند دوكاتي، ويحولوه لمشروع من عالم تاني مستوحى بالكامل من لامبرجيني ريفولتو. السوبر كار النصين، نص كهرباء ونص بنزين، عربيه تصميمها روعه وشكلها يشدك على طول، وبرضه البايك شكله تحفه، فتخيل الاتنين مع بعض يبقى شكلهم عامل ازاي. هيبقى شكلهم كده باختصار قمه الفخامه والروح الايطاليه في البايك ده. البايك ده معمول عشان يكون مبهر، ومش بس على مستوى الاداء كمان على مستوى التصميم. البايك جاي بالوان رسميه مميزه جدا نفس الوان الريفولتو، الاخضر والرمادي فعلا شكلهم روعه، وكربون فايبر في كل مكان، اجنحه في جنب البايك، رف في تانك وغطا الموتور واجزاء تانية كتير في جسم البايك ده كلها معموله من الكربون فايبر بنفس النقشه اللي في العربيه. حتى الجنود تصميمها جاي من تصميم جنود اللامبرجيني، ودي مش هتشوفها في اي بايك تاني غير ده. مع تصميم الكشاف الرفيع والجسم المسحوب مش عارف ممكن يكون في جمال اكتر من كده ايه بصراحه. والبايك ده كمان شويه ويبقى عنده عقل من كتر الانظمه بتاعه التحكم والمساعده في السواقه اللي موجوده فيه. يعني دول جزء من الحاجات اللي موجوده: تراكشن كنترول وسلايد كنترول، كويك شيفتر اب اند داون، كورنرنج اي بي اس، انجن بريك كنترول، لانش كنترول، واهم واقوى ميزه الدي في او الدوكاتي فيكل اوبتمايزيشن. لما قلت لك البايك ده عنده مخ انا ما كنتش بهزر، النظام ده عامل شبه الحاجات اللي بتبقى في عربيات تسلا كده شويه، بيقرا كل حاجه حوالين البايك عشان يظبط البايك على حسب الظروف اللي انت ماشي فيها، فبيقيس ميل الموتوسيكل وزاويته والتسارع، وبيقيس الفرامل الذكيه ومنع الانزلاق والتحكم في العجله اللي قدام والتحكم في الانجن بريك ونظام التعليق الالكتروني اللي بيتغير اوتوماتيك. دي في او بقى بياخد المعلومات من كل دول ويبدا يظبط الموتوسيكل لحظيا عشان يديك اقصى تحكم واقل خطر ممكن. من الاخر بيخلي السواقه سلسه حتى لو انت بتهاجم المنعطفات زي روسي مثلا، وده بيحول البايكات الخارقه زي ستريت فايتر في 4 او في 4 اس لحاجه سهله ممتعه وسلسه حتى لواحد مش محترف. بس الميزه دي مش موجوده في كل الاصدارات ومش في كل الموتوسيكلات، لان هي طبعا هتزود السعر جدا. من الاخر الموضوع ده بيخلي كل البايك شغال مع بعض كانه عنده ذكاء اصطناعي بالظبط، بيقدر يظبط نفسه ويخليه اقوى حاجه ممكنه. طبعا البايك بيخرج قوه مجنونه بموتور 1103 سي سي في 4، بيخرج 218 حصان مع سيستم اكروبوفيك معمول مخصوص علشانه، والسرعه القصوى فوق ال 300 كيلو بكل سهوله. طبعا حتى الكلاتش او الدبرياج ما سابوش في حاله، متعدل برضه عشان يبقى دراي كلاتش نفس اللي بيستخدموه في موتو جي بي. مع كل الكربون فايبر اللي في جسم البايك ده بيخلي وزنه 185 كيلو بس، يعني كل حصان بيحرك كيلو تقريبا، وده اللي هيديك تسارع خرافي من عالم الثانيتين وممكن اقل. حرفيا البايك ممكن يطير مش بس يمشي، ونظام تعليق من اقوى واغلى الانظمه من اولينز، والفرامل من اعلى انظمه بريمبو اللي معموله مخصوص عشان السباقات. طبعا مع كل الحاجات دي اكيد هتدفع كتير، فسعر البايك ده $100,000 وده السعر الرسمي كمان. وعشان تعرف قد ايه البايك ده غالي فهو اغلى من فورد موستنج موديل السنه ومن عربيات رياضيه تانية برضه. والسعر غالي جدا كده لان الانتاج محدود وممكن يغلى اكتر في المزادات كمان زي ما حصل مع البايكات اللي هنتكلم عليها بعد شويه. البايك ده فيه منه 630 نسخه بس، و63 نسخه منهم مخصوصه لعملاء لامبرجيني اللي معاهم الريفولتو بس، وبيكون فيها امكانيات تخصيص الوان وتصميم علشان تبقى بالظبط شبه العربيه بتاعته. يعني لو عندك ريفولتو ممكن تخلي البايك ماشي جنبها بنفس الستايل. والبايك ده رمز الهويه ايطاليه مدمجه، شراسه المحرك من دوكاتي ومع الفخامه والهندسه من لامبرجيني. وبالنسبه للكوليكتورز او الناس اللي بتحب تجمع الموتوسيكلات، النسخه دي هتكون من اندر النسخ اللي طلعت في العقد ده غالبا، وسعرها هيعدي الارقام دي بكتير. في الاخر دوكاتي بانيجالي في 4 لامبرجيني مش مجرد تعاون، ده بيان قوه، بايك معمول عشان يلفت الانظار ويحرق التراك ويحط بصمته في التاريخ. والتعاون الجبار ده مش اول مره يحصل، حصل قبل كده مع دوكاتي ستريت فايتر في 4
لامبرجيني، واحده من اندر واعنف النسخ اللي اتعملت في تاريخ دوكاتي كله. في 2022 دوكاتي كانت خلاص اثبتت نفسها بموديل الستريت فايتر في 4 اللي باع كتير والناس كلها حبته، لانه باختصار بايك نيكد بموتور في 4 بقوه مجنونه، حرفيا بيقدر يسبق موتوسيكلات ريس بكل سهوله. وفي نفس الوقت لامبرجيني كانت لسه مطلعه اللامبرجيني هوريكان اس تي او، عربيه عنيفه وغنيه عن التعريف طبعا، واي حد بيحب العربيات اكيد هيبقى عارفها، نسخه خفيفه متخصصه لحلبات من الهوريكان العنيفه. وهنا كانت فكره مجنونه، ليه ما نعملش اصدار مشترك موتوسيكل في 4 بنفس الدي ان ايه بتاع الاس تي او، تصميم العدواني والكربون فايبر والجنون الايطالي، ليه ما ناخدوش من العربيه ونحطه في بايك؟ وقبل ما اقول لك عاوزك تتخيل انت ايه اللي ممكن تعمله لما اتنين من اكبر شركات العالم في السرعه يفكروا يعملوا حاجه مع بعض زي كده، اكيد هيطلعوا حاجه مجنونه، وده فعلا اللي حصل. الستريت فايتر في 4 لامبرجيني كان اعاده تصور كامله للستريت فايتر في 4 العادي، مستلهمه بنسبه 100% من هوريكان اس تي او، من اول التصميم اللي شكله يخوف فعلا، باللون الاخضر المطفي والاحمر وتصميم الحاد اللي مليان خطوط عنيفه زي الاس تي او بالظبط، سهل جدا يخليك تقع في حبه، وبالذات لو كنت بتحب العربيه اوريدي. جسم البايك نفسه مليان كربون فايبر عشان تخفيف الوزن، احنا هنا بنتكلم في اقوى اداء ممكن، عشان كده الكربون فايبر مهم جدا. الرفرف والاجزاء اللي في الجنب والجزء اللي ورا عند الديل، السبليتر الامامي، كله كربون فايبر بنفس النسيج بتاع عربيات لامبرجيني، وغالبا لامبرجيني هي اللي مصممه الحاجات دي، او هي اللي حاطه لمستها الخاصه في مصانع دوكاتي. الجنط اللي ورا نفس التصميم بتاع الجنوط اس تي او، بس معمول مخصوص للموتوسيكل، كانك جبت جنط العربيه وركبته هنا مع سنجل سوينج ارم اللي هو مقص واحد جانبي، علشان تشوف كل تفاصيل الجنط ده. واكيد طالما عندك جنط زي ده لازم تخليه مقص واحد عشان تعرف تشوفه. الموتوسيكل مبني على نفس قاعده الستريت فايتر في 4 اس، وده معناه موتور 1103 سي سي في 4 بقوه حوالي 208 حصان، وزن خفيف جدا حوالي 197 كيلو، وده بسبب الكربون فايبر اللي في كل مكان. نظام تعليق الكتروني من اولينز، فرامل بريمبو، وسيستم اكزوست اكرابوفيك معمول مخصوص برضه علشان البايك ده. النظام الالكتروني متكامل من دوجاتي زي اللي اتكلمنا عليهم من شويه مع اخوه الكبير، نفس الحاجات تقريبا بس مش بتشتغل بنفس الدقه. اداء خارق وتسارع رهيب بالنسبه لنيكد بايك، 208 حصان رقم عملاق. البايك ده برضو في منه 630 نسخه بس في العالم كله، وفي منهم 63 نسخه سبيشال كلاينت معموله مخصوص للناس اللي معاهم لامبرجيني هوريكان اس تي او، ويقدروا يعملوا البايك بنفس الوان العربيه، وعدد محدود جدا منها اتباع لملاك لامبرجيني بنفس رقم الشاسيه عربيتهم. يعني لو معاك اس تي او رقم 33 تقدر تطلب ستريت فايتر بنفس الرقم. الموتوسيكل كان بيتباع بسعر يبدا من حوالي 68,000 دولار، لكن في المزادات وشويه اسواق اتباع بارقام مجنونه وصلت ل 120,000 دولار. ده اللي بكلمك عليه، البايك ده كان نازل ب 60,000 وبعد شويه سعره وصل ل 120,000، وبعد كام سنه اكيد سعره هيزيد تاني لانه هيبقى موجود اقل منه. فما بالك بقى الدوكاتي البنجالي الفي 4 سعره ممكن يوصل لحد كام؟ الموتوسيكل ده مميز لانه مش مجرد تعاون شكلي، كل تفصيله فيها جزء من لامبرجيني، ولانه نادر جدا طبعا، فكل ما الحاجه بقت نادره اكتر كل ما قيمتها زادت اكتر، لانه كمان مثال على الجنون الايطالي لما يتحول لصوت وصوره وريحه بنزين وكاوتش بيتحرق. الدوجاتي الستريت فايتر في 4 لامبرجيني مش مجرد موتور، ده عمل فني على عجلتين، تعاون نادر بين وحشين من ايطاليا، سرعه وشراسه واناقه وفخامه وندره. لو فكرت تشتري واحده هتكون مش بس بتشتري بايك، انت بتشتري قطعه من تاريخ الايطاليين. ولو فاكر انك شفت كل حاجه بين الشركتين دول تبقى غلطان، لانك لسه في بايك تاني وتعاون تاني قوي برضه، وهو اللي فتح باب للبايكات دي كلها، وكان اول تعاون بين الشركتين. فكمل الفيديو ده الاخر عشان تعرف كل حاجه عنه. ديافل 1260 لامبرجيني، اول بيبي طلع من جواز الشياطين بين لامبرجيني وديافل 1260 اصلا كان موتوسيكل غريب من نوعه، مش سبورت مش كروزر مش ستريت. في ناس بتحب تقول ان هو مودرن كروزر، وفي ناس تانية شايفه انه مايل اكتر للستريت والنيكد، ودوجاتي شافت ان ده انسب شاسيه يستحمل الجنون الجمالي بتاع سيان. يعني مش بس موتور قوي، لكن لازم التصميم يكون جامد هو كمان. البايك بنفس لون اللامبو الاخضر الغامق مع التفاصيل برونز على الجنط واجزاء تانية في جسم البايك، شكلها رهيب طبعا، ده غير تصميم البايك الغريب ومريح في نفس الوقت. وكالعاده الجنط اللي ورا هو نفس الجنط بتاع اللامبرجيني، والكربون فايبر برضه في كل مكان هنا، الرفرف كربون والاجزاء اللي حوالين التانك برضه كربون، حتى الكفر اللي جنب الموتور كربون فايبر برضه، ومش اي كربون فايبر، ده معمول بفخامه كده شبه اللي في العربيه برضه. الجزء اللي ورا في البايك وديل البايك كلهم متعدلين وشكلهم قريب من الساين، فيهم نفس الخطوط والزوايا الحاده. بالنسبه للموتور فقوي برضه، 1262 سي سي بيخرج 162 حصان، في رقم 62 هنا كتير، وعزم 129 نيوتن متر، الوزن حوالي 244 كيلو، ونظام تعليق اوتوماتيك بالكامل وتقدر تتحكم فيه، فرامل بريمبو ام 50، وفي انظمه دوكاتي برضه القويه اللي اتكلمنا عنها من شويه اللي بتديك تحكم شبه الكتروني في البايك، وبيجي كمان مع رايدنج مودز وكورنرنج اي بي اس وشاشه تي اف تي، تثبيت سرعه وتراكشن كنترول، وكل حاجه ممكن تتخيلها في البايك ده هتلاقيها موجوده، وتسارع وسرعه قصوى رهيبه في نفس الوقت. كل ده بيخلي التحكم في البايك سهل رغم القوه المجنونه اللي فيه، خصوصا انه متوازن جدا ومريح حتى في السفر لمسافات طويله. البايك ده في منه نسخه واحده في مصر على ما اظن يعني، ومش متاكد هي مع مين، فلو انت تعرف ممكن تقول لي في الكومنتات. وبرده زي اخواته البايك ده في منه 630 نسخه بس، 63 منهم مخصوصين لملاك لامبرجيني بنفس مبدا البايكات التانيه.
سعره الأساسي وقت الإطلاق كان حوالي 32,000 دولار، ودلوقتي بيتباع بأرقام تقرب من 60,000 دولار في الأسواق. طب ليه الموتوسيكل ده مهم؟ لأنه كان بداية التعاون الأسطوري بين دوجاتي ولامبرجيني، ولأنه جمع بين الشكل المجنون والأداء المرعب في نفس الوقت. وكمان ما كانش مجرد تصميم، كان فعلا له حضور طاغي وصيت عالمي. الديافل 1260 لامبرجيني مش مجرد تعاون بين شركتين، ده درس في التصميم، في الجراءة، في قصر القواعد. الموتوسيكل بيقول لك إنك تقدر تدمج بين الهوية والرؤية. لو قابلته في يوم من الأيام على الطريق اعرف إنك قدام أسطورة اتولدت من اتنين من أعنف الوحوش الإيطالية في التاريخ. في الاخر، من اول ديافل اللي لبس بدله افنتادور لحد ستريت فايتر اللي اتفكر بلون الهوريكان اس تي او، ووصولا للبانيجالي الفي 4 اللي خرج من جراج لامبرجيني ريفولتو نفسه، دوكاتي ما كانتش بس بتصمم موتور، كانت بترسم حلم. 3 نسخ، 3 شخصيات، لكن يجمعهم توقيع واحد: شراسه دوكاتي مع فخامه لامبرجيني يساوي اسطوره بتتولد من جديد كل مره. السؤال دلوقتي، ايه اللي جاي؟ تفتكر ممكن يعملوا ايه بعد البانيجالي الفي 4؟ اكتب لي رايك في الكومنتات، ولو الفيديو ده عجبك اعمل لي لايك واشترك في القناه، وشكرا على المشاهده.